صباح النور، كنتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نتقاسم معكم الريش بوند فايت اللي تقاسمتها معكم، إلا أن بزاف د الناس كيطلبوا مني الوصفة. راه ساهل باش تجبدوا أي وصفة من القناة، يكفي أنكم تكتبوا اسم الوصفة وحدها زنوا بطخيطة وغادي تطلع لكم الوصفة كاملة وسهلة. اليوم غادي نحضر معكم هاد الريش بوند. عندي هنايا 200 غرام ديال الزبدة حرارة المطبخ، 160 غرام ديال سكر بودرة أو سكر ثقيل، 500 غرام ديال الدقيق الأبيض من نوعية جيدة، كاس إلا ربع ديال زيت المائدة، بيضة وأصفر بيضة، 14 غرام ديال سكر الفانيلا، و4 غرام ديال الخميرة الكيماوية مبشور حامضة. أول حاجة غادي نضيفو داك الزيت على هاد الزبدة. بالنسبة للزبدة كيمكن لها تكون حيوانية من الأفضل، ولكن اللي بغى يدير مارغرين يمكن له يدير مارغرين الأخرى ديال العلبة، كتجي أحسن. هنا غادي نضيف لها السكر وبعد ما خلطت الزيت مزيان مع داك الزبدة، ضفت له السكر وغادي نخلط المكونات كلهم مع بعض. صدقوني ان هاد الوصفه راه كتجي من احسن الوصفات ومن انجح الوصفات. جربت كنت بزاف د الوصفات حتى وصلت لهاد الوصفه هادي، كتجي رطبه ولذيذه وكتجي واحد القوام فيها رائع ما نشكر لكمش. ضفت هنا سكر الفانيلا، وغادي السر في هاد الحلوه هادي هو انني كنضيف الاصفر د البيضه في الاول، ندير هاد جوج ديال الاصفر د البيضه، والابيض نخليه حتى من بعد. كنحاول نخلط الخليط كامل حتى كيولي على شكل كريمي. وغادي نضيف دابا الدقيق من بعد ما نخلطو. غادي نضيف معاه داك الخميره الكيماويه، وغادي نجمع العجين غير برؤوس الاصابع. هاد العجين هذا ما كيبغيش الدلك، كيبغي غير انك تجمعو وصافي. كنحاول انني نجمعو بحال الصابلي، كنحاول انني نجمعو غير هكا، غير بيدي هكا، بلا دليك بلا والو. هاد ريشبوند هادي من الحلويات اللي ظهروا من بعد الحلويات التقليديه ديالنا. الناس بدات كتجتهد وداروا هاد ريشبوند. كانت من الحلويات اللي جاو مورا الكعبه والكحكه، وهذيك جات هاد ريشبوند. وجات داك كيفاش تلاقينا جا داك الحلوه ديال اللوز القرقعه اللي في الشكلاط. المهم بداو المغاربه شويه عاود كيزيدوا اضافات الحلويات على الحلوه التقليديه ديالنا اللي تبارك الله عليها لا يعلى عليها. الكعبه، الكحكه، البريوان، المحنشه، جميع الحلويات اللي فايت لي تقاسمته معكم كذلك. هنا غادي نحاول نجمع هذا الخليط هذا. هانتوما شتيو كيفاش جمعته، وكيجي مرمل تقريبا، كيجي شكله مرمل والعجين ماشي قاصح بزاف. هنا دابا عاد نضيف داك البيض البيضه، هذا هو السر باش كتجيني بحال مورقه. كتجي هاد الحلوه ديال ريشبوند كتجي رطبه وكيجي الشكل ديالها بحال مورق. كنضيف البيض هو الاخير. بزاف د الناس بقاو كيتسائلوا كيقولوا لي علاش خليتي البيض حتى الاخير. هذا هو السر باش ضفتو باش كتجيني العجين كتجي بحال فيها طبقات، بحال مورقه وهشيشه. ما نشكر لكمش هاد الريش بوند كيفاش جات. راه بزاف د الناس اللي كانوا جربوها وقالوا لي جات عجبتهم. حتى انا بالنسبه لي راه انا من المعجبات ديال هاد الحلوه هادي، وكثرتي على هاد الطريقه اللي حضرتها بها معكم اليوم. غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد من 20 دقيقة حتى 30، ماشي زعما، هي المهم هي باش ترتاح شوية. شتيو القوام ديالها كيفاش كيكون رطب ومرمل، رائعة هاد الحلوة. راه غير جربوا هاد الوصفة ديالي انا، راه مش نقول لكم ما غاديش تندموا عليها، وغادي تعجبكم بزاف بزاف ان شاء الله. هنا غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي بحال اللي قلت لكم، غادي نخليها تقريبا حتى ل 30 دقيقة ترتاح.
هنا غادي ناخذ واحد الورق ديال الطهي اللي غادي نحطها فوق منه، لان انا بغيت نشكلها على هذا الشكل ديال داك الحلوه اللي كنديرو الكونفيتور اللي كنعيطوا لها كيفاش تلاقينا، باش تجيني الحلوة هذه كتجي أحسن ومن مكورة، لأن مكورة ما كتكونش شابعة بزاف ديال المربى. أنا كتعجبني هاد الحلوة هذه تكون فيها المربى حاضر كتير تجي، لكن المربى طري. راه الحلقة اللي فاتت اللي حضرتها معكم كنت حضرتها معكم في الوقت اللي كيكون فيها المشماش موجود، وكنت حضرت المربى بيديا في الدار. إلا لقيتيو المربى ديال التعاونيات كيكون أفضل، ولكن كاين هذاك المربى اللي كيكون مطحون حتى هو غادي ينفع، ولكن يعني من الأحسن إلا حضرتيوها في الوقت اللي كيكون المشماش طري، أو كاين بزاف الناس اللي كيحضروا المربى في البيت ويديروه في المجمد. حضروها بالمربى ديال البيت كتجي لذيذة بزاف. كاين فرق كبير ما بين هذاك المربى والمربى ديال اللي كنشريو من الكوميرس. كنحاول نطلقها ونخليها على غليظه شويه عاليه، تقريبا كيكون السمك ديالها واحد السنتيم ديال العلو فيها، ماشي بحال الصابلي اللي كنرققوها. هذه كتجي عاليه تقريبا سنتيمتر ديال العلو فيها. هي راه كتكون زعما هشيشه بزاف حتى في الخدمه ديالها، كتكون رطبه، العجين كيكون رطب. وحتى في الطليق ديالها كتجي ساهله، لان العجين كما درتي له كيتبعك. غادي إن شاء الله غادي نتقاسم معكم في الحلقات القادمة الكعبة في جميع الحلل ديالها، والكحكة حتى هي البلدية ديالنا التقليدية. أنا خديت هنايا واحد الدائرة صغيرة، ما بغيتهاش تجيني كبيرة بزاف. كل ما الحلوة درناها صغيرة اللهم ناكلو جوج حليوات ولا نعضو من وحدة ونخليوها، مع أن هاد الحلوة هادي راه مكيمكنلكش تعضها وتخليها، راه كتجي لذيذة كتبقى على حتى تطبتي لحداك كتمشي عليه كامل. ولكن من الافضل دائما الحلوه ما تكونش كبيره وما تكونش خشينه، تكون هكا غير هاد الشكل الصغير هذا، ولا حتى صغر منه. لا لقيتيو صغر منه ديروا صغر منه. كنبقاو هكا حتى كنقطعوا الحلوه ديالنا كامله. وهادوك الطريفات اللي كيشيطوا اللي غادي يبقاو لي هما اللي غادي نديرهم داك الكويرات ديال الحاجه الزنوبه اللي كانوا زمان كيديروا هاد حلوه دريشبوند، كيديروها غير كويرات. راه ما سموها الحلوه دريشبوند، حتى كانت ريشبوند بمعنى الكلمه. انا خديت واحد القمع اللي باش تجيني الدائره كبيره، حتى انا كيعجبني يكون فيها المربى حاضر. درت تقبتها بقمع، وداك هادوك كندير الكويرات صغيورين. راه شتي الكويرات كيفاش قداش صغيورين، كيجيو حلوين. الحلوه كل ما كانت صغيره كل ما كانت زعما الشكل ديالها كيعطيك الشهوه باش تاكلها. الكويرات كيمكن لكم اما تعبروهم ولا عينكم ميزانكم، كل واحد راه كيمكن لكم غير بعينك ميزانك تجيب القياس كامل كيف كيف. وزمرة ما كانوش كيهضروا كاع الحلوى، غير الناس كتوزن الحلوى غير بيديها، راه الشكل ديالها باين، كدير وحده الاولانيه وكتمشي عليها كامل. بالنسبه للفرن انا غادي ندير الفرن تقريبا حراره 160 درجه ولو 150، وكنبقى نخليه حتى كتحمر على خاطرها وما تحمرش بزاف بزاف، تاخذ هذا اللون هذا ذهبي وصافي. بالنسبه للمربى انايا صفيته بواحد المصفات باش ما كيبقاش هذاك، وغادي نحاول انني ندهنها بشيته. كيمكن لكم الا كان عندكم المربى كتير كتير كتخويو عليها، كتحطوا الخليط كامل وتخويو عليه المربى وتخلطوها مزيان. عاد ديروها، انا كنفضل هاد الطريقه هذه باش ما كتهرسليش، حيت على هذا الشكل هذا تقريبا كتكون هشيشه هي،
وكنخافها تهرس. بالنسبة إلا درتو هادوك الكويرات كيمكن لكم ديروا هاد الطريقة هادي ديال أنكم تخلطوا المربى مع الكمية اللي عندكم كاملة ديال الحلوى وعاد تكملوها. كنحاول ندهنها كاملة من جميع الجهات. بالنسبة للكوك، الكوك دائمًا خذوا داك الكوك اللي كيكون رطب باش كيلصق عليها مزيان. كاين واحد ميدّم وكاين واحد زعما كيكون حرش شوية. ومن الأحسن أنكم تشريو الكوك من عند الباعة اللي كيبيعوا اللوازم الحلويات، لأن الكوك اللي كتشريوه من عند العطار كتكون في الغالب فيه الريحة ديال العطرية وداك الشي كيكون شام الريحة. والكوك كتعرفوا بأنه حساس دغيا كيشم الريحة. من الأفضل تشريوه من الباعة ديال الحلويات. وحتى بالنسبة كاين اللي كيدير في الوصفة كيدير حتى واحد الكاس ديال أو نص كاس ديال الكوك في وسط العجين. أنا كنفضلها تبقى غير هكا باش كتجي رطبة، وداك الكوك يكفي الكوك اللي زعما كيكون من الفوق ديالها. كنبقى هكا وكنحاول أنني زعما تاخد واحد الكمية كبيرة من الكوك فوق منها باش كيجي داك اللون ديالها أبيض. عاد من بعد كنعمّر داك التقيبة كنعمّرها بالمربى. صدقوني أن هاد الحلوى راه زعما من ألذ الحلويات اللي غادي تجربوها. داك الكويرات ديال الزنوبة هادو كندير غير وحيدة. هادو يمكن لكم ديروهم في إناء وتكخوا عليهم الكونفيتور، لأن ما تخافوش عليهم أنهم يتهرسوا، ولكن هادوك الآخرين من الأفضل دهنوهم بالمربى. كنتمنى أنكم تتبعوا لا فيديو من الأول حتى الآخر، وإن شاء الله غادي نخلي لكم في صندوق الوصف جميع الوصفات اللي فايت لي حضرت معاكم في رمضان اللي فات، بحال الغريبة ديال الغريبة كيفاش كتجي، وبحال غريبة ديال الكركاع، الحلوة ديال التمر. جميع الحلويات اللي فايت لي حضرتهم معاكم، لأن بزاف د الناس كيكون عندهم مشكل بحال اللي قلت لكم ما كيعرفوش يقلبوا على الحلوى كيقولوا لي راه عافاك ديري لنا شي وصفات، ومع أنني كنكون فايت لي حضرتهم معاكم. شتيو الشكل ديالها كيفاش كيجي رائع، كتجي عرفتي واحد الشكل ديالها لذيذ ما نقولكمش. والوصفة راه ناجحة 100%. وبحال اللي قلت لكم راه أي وصفة احتاجيتيوها غادي تقلبوا عليها، غادي تكتبوا مثلا ريشبوند، تكتبوا ريشبوند زنوبه تريتور. صافي سيروا اليوتيوب كتبوا ريشبوند زنوبه تريتور، غادي تخرج لكم ريشبوند ديالي. بغيتيو غريبه غادي تكتبوا غريبه زنوبه تريتور، غادي تخرج لكم تطلع لكم الوصفه. راه ساهله مهله، لان بزاف الناس كيقولوا لي عافاك راه ما كنعرفوش نتوصلوا الوصفات ديالك القديمه. راه ساهل، بحال اللي قلت لكم غادي تكتبوا غير السميه ديال الوصفه متبوعه بالاسم ديال القناه. كانت هادية غريبة البلدية اللي ديال ريشبوند اللي ديال الزنوبة الفوقانية، والتحتانية الطريقة اللي درت أنا وجات عامرة بالمربى. كتجي من ألذ الوصفات اللي حضرت ديال ريشبوند، مع أنني راه فايت لي زعما جربت بزاف د الوصفات حتى توصلت لهادي. كتجي بحال مورقة، والسر هو داك البيض اللي كنضيف في الآخر، هو هذاك هو السر باش كتجيكم مرقة وهشيشة بحال هكا. شوفوا هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي، راه عرفتي بحال نقول لكم واحد القوام اللي غريب من نوعه، ماشي بحال غريبه، ماشي بحال هو كيكون هشيش، ولكن مع في نفس الوقت مرمل ومورق. ودابا راه قريب المشماش يجي، ديروها بالمربى الطري كتكون افضل وافضل. كنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتطبقوها وترقبوا في صندوق الوصف. غادي نخلي لكم جميع الوصفات اللي فايت لي حضرت معكم وناجحين 100%. والى اللقاء في حلقه اخرى ووصفه اخرى ان شاء الله.